مباشرة نذهب إلى ضيف حلقة اليوم الدكتور أحمد مرعي. دكتور أحمد، العيون إذن على الشمال السوري وعلى الموصل، إلى أي حد اليوم وصلت المعركة مع الإرهاب؟ قبل ما افوت بهذا الموضوع، يعني وتحديدا سوريا لها الدور الاكبر، اصبح لها الدور الاكبر بالمشاركه مع الحلفاء والقوات الرديفه في الهجوم. اذا اردنا التعبير بشكل دقيق، انه نحن اصبحنا حركه هجوميه باتجاه ضرب هذه الحاله التكفيريه التي تمثلها الحركات الوهابيه، وتمثلت بتنظيم مسمى داعش والنصره. اللي لفتني بالمقدمه رشا، بانه نحن لا زلنا كسوريين انظارنا رغم كل ما نشهده في المنطقة، ورغم حالة الهجوم على سوريا ومحاولة استهدافها من الداخل هذه المرة بعد انتقال المشروع من لبنان والعراق إلى هذه المرة إلى سوريا. اليوم لا زالت سوريا أنظارها مشدودة باتجاه فلسطين، ولا زالت تقول بأن فلسطين هي المسألة الأساسية التي هي المسألة المركزية التي يعنى بها الشعب السوري. ونتيجة هذه العناية الشعب السوري اليوم يعاني نتيجة هذا الموقف الذي اتخذه منذ احتلال فلسطين بالعام 48. وبالتالي لا تزال سوريا هي قلب هذا العالم الحقيقي الذي يعبر عن القضايا الأساسية والمحقة لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال، وأيضا لشعبنا السوري الذي يعاني من الاحتلال في الجولان. وبالتالي هذا تأكيد هذه المرة على أنه نحن ما رح ندخر أي جهد إلا ونسخره باتجاه تحرير أرضنا السورية، إن كان في فلسطين وإن كان في الجولان. مع أن هناك من يقول أن سوريا انشغلت بحربها على أرضها. هون الفكرة المهمة، هون أنت فتحتي نافذة الحقيقة، بأنه هو كان في محاولة لإشغال سوريا بالداخل السوري لتنشغل عن هي المسألة الأساسية اللي هي فلسطين وأراضينا المحتلة وبشكل عام. ونحن هون شوي يعني كسوريين قوميين اجتماعيين أن يعني شوي مفهوم مختلف عن العروب الوهمية والعروب الحقيقية أو الواقعية. نحن مع العروب الحقيقية التي تعنى بشؤون العالم العربي باتجاه إنشاء جبهة عربية تواجه كل الأخطار التي تواجه عالمنا العربي. المسألة الأساسية بأنه كان الاستهداف من هذا الربيع العربي هو ضرب سوريا وضرب موقفها وقرارها وقيادتها، لأن سوريا كانت ولا زالت آخر جبهة عربية تناضل من أجل تحرير الأرض الفلسطينية والأرض السورية.